المسائل اللي استنبطها. المسائل دي ذاتها على قدر النصوص. أحاول أن أربط بين النصوص وبين المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المصنف من يا إخواننا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا في ناس قال المصنف ده ذاته اسم الزول، اسمه المصنف. لا ما انتوا في زول قبل كده نحن كنا بندرسهم يعني كتاب التوحيد شهر، وقال المصنف رحمه الله. بعد شهر قال لي المصنف ده منه؟ المصنف ده قال لي هو ذات اسم المصنف، هو قال لي اسم المصنف، قلت لا ما اسم المصنف. عشان كده لما نقول قال المصنف ينبغي أن يكون المصنف معهود في أذهانكم معروف. يا اخوانا شوف، محمد بن عبد الوهاب مسلم من أهل القبلة، ينبغي أن يعامل بعدل وإنصاف. كويس. والغريب الناس يقول لك اذكروا محاسن موتاكم، ما تطعنوا في الشيوخ، ويسلخوا محمد بن عبد الوهاب سليخ. محمد بن عبد الوهاب ما موتاكم يا اخي، ما الكلام ينطلق عليه. يقول لك ما تطعنوا في الشيوخ، وهم يطعنوا في منه، في محمد بن عبد الوهاب. يقول لك النعت والصفة والكذا، هذا ما يجوز. كويس. ثم محمد بن عبد الوهاب مجتهد، يخطئ ويصيب، ليست له عصمة. كويس. ولكن إذا انتقد ينتقد انتقاد موضوعي، يعني ما بهوى تقول والله محمد بن الوهاب في صفحة كده قال كده والله والرسول قالوا كده، الكلام ده غلط، هذا كلام مقبول. لكن بدون ما تعرف الزول قال شنو والناس يسلخوا فيه، هذا ينبغي ولا ينبغي ولا يجوز. ومحمد بن عبد الوهاب لو الناس غيروا اسمه، ومرات بيقولوا محمد بن سليمان التميمي، في كشف الشبهات وغيره اكتب محمد بن سليمان التميمي، لأنه مما يكتب محمد بن عبد الوهاب الزول بيطير من الكتاب طيرة مرة واحدة ولا بيقرأ ذاته، مع انه انت زول ما تبخس عقلك، انت زول عاقل، اقرأ. خايف من شنو انت؟ اقرأ. وانت زول مجنون ولا عاقل؟ لو عاقل اقرأ والغلط طلعه. أكبر رجل صادق مع نفسك. أنا مستعد أقرأ كتب لينين ما عندي مانع، وبقرأ كتب ماركس واثق من نفسي. كويس. انت أقرأ. في زول طبعا ده جهل، مما يلقى محمد الوهاب أعوذ بالله، لا يقول لك ما بيقرأ. كويس. هذا غير صحيح. الإنصاف يقتضي أن تقرأ وأن تحكم بعد أن تقرأ. في زول قرأ كتاب التوحيد ده مكتوب فوق محمد بن سليمان التميمي، قراه قال له شنو؟ والله قال له زول ده عالم علم. يا أخي الزول ده ما بيجيب حاجة من راسه، أي حاجة يجيب لها دليل من الكتاب والسنة. قالوا له ده محمد بن عبد الوهاب، قال لنا الوهابية ذات، قال لا، قال أعوذ بالله كان تكلموني من الأول. قال فالشيخ محمد بن عبد الوهاب سوف يعرف رحمه الله تعالى من خلال ما كتب. وتكلمنا عن سيرته أو بعض من سيرته في الدرس الماضي في المقدمة.